أولًا دخّلك بيته إمم. مع ولاده، بقيت واحد من الأسرة. إمم. بعد كده حتى محمد خرج من النادي بعديها بسنة والّا سنتين، بس أنا كمّلت معاهم. إمم. الاهتمام والأمل اللي كان بيدّيه لك والتركيز معاك ونجاحك، مع إنك لا من أهله ولا من بيته ولا من ده عيلته استمر الموضوع معاه. لحد دلوقتي لأ خلاص. أنا افتكرت إن هو دخّلك البيت بيت الأهلي يعني لا، 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 افتكرت بيته الأهلي. هو. بيته هو، استمر معاك. لحد دلوقتي. حتى ابنه ما كمّلش لا، لا، وفضل هو لحد دلوقتي. وكنت تنزل من الفيوم عليهم خلاص بقى في أجازاتي، في مشاكلي، في حواديت، في الله، قعدة البيت، في الله. تغيير أجواء، فواحد أولًا ادّاني معاني يعني إن إزاي المعاني الحقيقية بقى للإنسان المصري أو الإنسان أيوه. الطيب جدًا يعني، إمم. إن أنت ممكن تبقى عايز تحقق حاجة إمم. مش شرط لحد من القريبين منك. أيوه. 2 إن هو علّمك يعني إيه مساعدة الناس أو مساعدة المحتاج إمم. أو مساعدة شخص ممكن أساسًا ما تعرفوش خالص يعني. أيوه. هو توفى في 9/4 اللي فات ده الله يرحمه. الله يرحمه. ولمّا توفى يمكن أنا حسيت إن والدي مات مرّة تانية. لا حول ولا قوة إلا بالله. يمكن من كتر ما هو كان مبتسم جدًا في الحياة كل ما تشوفه. كان متأثّر أوي. أنا أول آه. مرّة أشوفه متأثّر أوي كده. كل ما كان تحس إن هو مثلًا يعني كل ما تشوفه بيضحك. إمم. بيضحك على طول. إمم. ف يمكن ما قُلتلوش في حياته يعني إن حبيبي. أنا باحبه، بس يوم ما هاروح عند ربنا هاقول له الراجل ده أنا جزء من ميزان حسناته. أنا اتعلمت عنده أو اتعلمت معاه يعني معنى حلو جدًا إن مش شرط الكاميرا تلقط حاجة، صح. لكن في رب بيرحم. هو المهم أوي إن هو يشوفك. إمم. مش شرط الكاميرا تلقطك في موقف إنساني أو موقف جدعنة أو موقف شهامة ولا حاجة. إنك تبقى فاكر ده وعارف ده وممتن لده، دي حاجة باشوفها رسالة مهمة. أنا كنت عارف إن أنا باحبه جدًا. عم غريب أو دكتور غريب. كنت بس عارف عمرك ما قُلت له كده. مش عارف مش عارف ده برضه بُخل عندي والّا بُخل مشاعر والّا إيه بالضبط. مش بُخل ولا حاجة. لكن حسيت إن إمم. أنا في حتّة مني راحت يعني.